صباح الخير ويا صباح السعادة. بقول لكم معلومة باختصار عن أنواع الأساس اللي أستخدمهم. مثلا عندكم أساس شيسيدو وأساس نارس، هذول النوعين يجيكم تنت، يجي مكتوب عليه تنت لو تلاحظوا، فمعنى هذا إنه الأساس تغطيته خفيفة إلى متوسطة وممتاز للاستخدام اليومي وحتى يعني المناسبات، ولكن راح تكون تغطيته خفيفة، يعني كأنك محاطة فونديشن ويعطيكي بشرتك الطبيعية. أما مثلا هذا عندكم هذا النوع اللي هو الفول كفر، طبعا مو حصرا على هذه البراندات، أكثر من براند، بس المعلومة المهمة إذا جاء على الفونديشن مكتوب تنت فهو تغطية خفيفة إلى متوسطة، لكن الفول كفر والمات هو اللي تغطيته عالية لدرجة يغطي لك آثار حبوب وتصبغات. هذه هي الكلمة اللي راح تقرأوها على أنواع فونديشن، يكون خفيف إلى متوسط زي شيسيدو اللي هو كلمة تنت، فوندي تنت، هذا معناه إنه تغطيته كأنها تنت خفيفة جدا تكون على البشرة. عندكم نارس، هذا الحجم الصغير هو يجي تغطية تنت خفيف، أما النوع اللي يجيكم الشكل الثاني الأكبر فهو الفول كفر للمناسبات. أما رسم الحواجب ما أستغنى عن مجموعة كحل، من جد الجل الوحيد والمسكرة الوحيدة اللي أول شي ثبات قوي ما ينمسح أبدا مع الطرحة، يعني أكثر من مرة كنت أتكلم عنه بأمانة. الفرشة كمان تاخذ العقل، شوفوا جمال الفرشة وقد إيش هي دقيقة. شوفوا فعلا دقيقة في الرسم، شوفوا من الجنب ولا شعرة طالعة. فإذا تبغي جل حواجب قوي وثبات قوي وما ينمسح أبدا معاكي في حال لبستي طرحة يوم كامل، هذا على طول ادخل البوتيك خذوه.